السلام عليكم. من اكتر الحاجات اللي بنشوفها في الصيدليات وبتعمل مشاكل دايما للامهات هي جرعات الادويه بتاعه الاطفال. تيجي مثلا الام تقول لك يا دكتور ازاي جرعه الدواء بتاع ابني اللي عنده 10 سنين هي نفس جرعه الدواء بتاع ابني مثلا اللي عنده 6 سنين، اللي عنده 7 سنين، اللي عنده 12 سنه، سواء كان اصغر او اكبر. اول حاجه لازم حضرتك تعرفيها ان جرعات الادويه بتاعه الاطفال بتتحدد بناء على وزن الطفل. اهم حاجه وزن الطفل. يعني لما تروح للدكتور اطفال اول حاجه يعملها اكيد لما بيسالك على وزن الطفل، لما بيسالك على لما هو بيوزنه عنده في العياده. فدي اول حاجه. تاني حاجه في برضو الادويه ليها رينج، يعني الجرعه بتاعتها بيبقى ليها رينج مش ثابته، مش اللي هو مثلا الطفل ده عمره وزنه 10 كيلو يبقى ياخد 5 مللي ياخد 6 مللي، مش موضوع مش كده. جرعه الدواء بتتحدد بناء على وزن الطفل وبناء على المرض اللي عنده، وهل المرض اللي عنده ده شديد ولا خفيف، يحتاج جرعه عاليه ولا يحتاج جرعه قليله. يعني مثلا دواء زي الباراستامول اللي هو البنادول، لو عايزه تديه للاطفال بيبقى الجرعه بتاعته من 10 ل 15 مللي جرام لكل كيلو من وزن الطفل. يعني لو ابنك وزنه 10 كيلو جرعته تبقى 100 مللي جرام ل 150 مللي جرام. ممكن الدكتور معاه 50 مللي جرام بيلعب فيهم يديله الطفل زي ما هو عايز، يعني بمعنى ان هي ممكن تبقى 4 او 5 مللي. المضادات الحيويه برضو ليها رينج والجرعه بتاعتها بتختلف حسب وزن الطفل. ممكن تلاقي ابنك عنده 10 سنين بياخد جرعه اقل من ابنك اللي عنده مثلا 8 سنين، لان ابنك اللي عنده 8 سنين وزنه ازيد منه. فدي حاجه ما تقلقكيش خالص ولا تقولي ده الدكتور ده ما بيفهمش. جرعات الادويه برضو المضادات الحيويه في يعني بيبقى ليها رينج كده عالي، ممكن ما يتاخدش غير في حاله مرض معين زي مثلا الاوجمانتين. الجرعه الطبيعيه بتاعته مثلا من 20 ل 45 مللي جرام لكل كيلو من وزن الطفل، ممكن يوصل لغايه 90 مللي جرام لكل كيلو من وزن الطفل لو كان مثلا ابنك عنده التهاب في الاذن الداخليه. فدي كلها عوامل بتساعد على الدكتور ان هو يختار جرعه الطفل. تاني حاجه يعني مش اي حاجه بتحتاج تاخد مضاد حيوي. البكتيريا يا جدعان لما احنا بندي مضاد حيوي زياده عن اللزوم احنا كده بنربي وحش. البكتيريا دي لو انت مثلا اديت لها مضاد حيوي في حاله مثلا ابنك عنده برد او عنده انفلونزا، انت كده بتربي وحش وبتعمل مناعه عند البكتيريا. بعد كده لما يكون ابنك محتاج مضاد حيوي المضاد الحيوي ده مش هيجيب معاه تاثير. وما ينفعش ان احنا نثبت نفس المضاد الحيوي لكل مره. يعني مثلا ابنك النهارده عي فالدكتور اداله اوجمانتين، تيجي انت مثلا بعد شهر ابنك عي برضه تقوم مديله نفس الدواء، بعد شهرين عي تديله نفس الدواء. البكتيريا كده هتعمل مناعه عند الطفل ده وممكن ما تاثرش فيه. وما ينفعش برضو ان انت تاخد مثلا المضاد الحيوي لمده يومين، الدكتور قال لك مثلا لمده 7 ايام او 10 ايام تاخديها لمده يومين وخلاص. انت كده بتقوي البكتيريا وبتديها مناعه مش هتجيب لك بعد كده تاثير. تخيلي مثلا انت مثلا بتلعبي ماتش ملاكمه وعماله تضربي في الخصم بتاعك وما استغلتيش الفرصه واديتي له الضربه القاضيه، هيقوم ويبقى اقوى من الاول وهيبهدلك.